وصنع في الهند، مصنوع في الهند، كتحمق وعندها التحتيه ديالها كسوه كاطو اللي جاني على حساب العرس. ها نتوما تيحمق، كنشكرها جزيل الشكر على حساب باش نحضر به. كي جاكم انا جاني كلاس حمقني شتو. في عالم الجمال والأناقة تصبح اللحظات الخاصة فرصاً للتألق والإبداع. واحدة من هذه اللحظات هي تلك التي تستعد لها لبنى ينو، الشابة التي تعكس روح الشباب والحيوية. مع اقتراب مناسبة مميزة في حياتها، بدأت لبنى في رحلة التحضير التي ستجعلها تتألق بأجمل حلة. في هذا النص سوف نتناول كيف استطاعت لبنى أن تبهر الجميع بإطلالتها الفريدة وتحضيراتها التي تعكس ذوقها الرفيع وأسلوبها المميز. من اللحظات الأولى للترتيب وحتى اللمسات النهائية، سنشهد كيف تحولت لبنى إلى رمز من رموز الجمال في يومها الخاص. لبنى ينو، تلك الشابة ذات الإطلالة المشرقة، كانت محط الأنظار في استعدادها لمناسبة خاصة. في صباح يوم مشمس بدأت لبنى يومها بالتحضير بشكل مميز. تزينت بفستان راق يبرز جمال قوامها، حيث اختارت اللون الذي يناسب بشرتها ويعكس أنوثتها. توجهت لبنى إلى صالون التجميل، حيث تلقت أفضل العناية من متخصصات التجميل. تم اختيار تسريحة شعر تبرز ملامح وجهها، مع لمسات خفيفة من المكياج الذي أضفى عليها لمسة سحرية. كانت عيونها تتلألأ بالحب والشغف لما كانت تستعد له، وكلما اقتربت من النهاية كانت تزداد جمالاً وأناقة. عند انتهاء التحضيرات نظرت لبنى إلى المرآة بإعجاب، وهي تشعر بأنها في أجمل حلة. لم يكن هناك أي شك في أنها ستكون نجمة المناسبة، حيث كانت تفيض ثقة وجاذبية، وكان كل من يراها يشعر بسحر حضورها، ويعلم أنها ستكون لحظة لا تنسى في تلك الليلة الخاصة. شكراً لمشاهدتكم. إذا أعجبكم الفيديو ووجدتم معلوماته مفيدة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وشاركوه مع الأصدقاء ليصل إلى المزيد من الناس. ولتكونوا دائماً على اطلاع بكل جديد، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات. نحن بحاجة لدعمكم لنستمر في تقديم محتوى مميز عن لبنى ينو وكل ما يخصها. شكراً لكم على دعمكم المتواصل، ونراكم في الفيديو القادم. وصنع في الهند، مصنوع في الهند، كتحمق وعندها التحتيه ديالها كسوه كاطو اللي جاني على حساب العرس. ها نتوما تيحمق، كنشكرها جزيل الشكر على حساب باش نحضر به. صبر، كنتمنى يبان لكم. كي جاكم انا جاني كلاس حمقني شتو. كلاس عجبني بزاف، حتى تقولوا لي شوفوا راه كلشي منبت دوريجين داك التنبات. وصنع في الهند، مصنوع في الهند، كتحمق وعندها التحتيه ديالها كسوه لتحت كتلبسيها. فعجبتني، كنقول لها شكرا. هي طلبت مني ما نعطيش المعلومات ديالها حفاظا على ما يسمى اللي كيسميو راسهم منتقدين، كيتعداو بهذا المعنى، كيتعداو على الناس اللي كتصيفط لي الكادويات، فكيتعداو عليهم بالتنمر بالمعيور بهذاك. فهي قالت لي ما تذكري حتى حاجه عليا حتى حاجه، فكنشكرها جزيل الشكر. شكرا فرحتني الهديه. بالمناسبه هي ريفيه، ذوقك رائع، كنقول لك ذوقك رائع، زوينه. وغادي ندي حتى تكشيتي بلاتي وغادي نلبسها. غادي نمشي دابا بهادي كي جاتكم، خصني غادي نلبس مع هذاك الصباط، هذاك هو اللي غادي يجيني اسورتي.